بينما نحتفل في 8 مارس باليوم الدولي للمرأة، تستمر تمثيلية النساء داخل هياكل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في تزايد مستمر، خاصة على مستوى مناصب المسؤولية، مما يعكس الالتزام القوي للمغرب بالعمل على تحقيق المساواة وبتثمين الكفاءات النسوية. والسفير المدير العام للشؤون السياسية الدولية السيد فؤاد يترأس وفد المملكة المغربية للدورة الاستثنائية 20 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت يومه الجمعة بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. كما أكد السيد الوزير ناصر بوريطة خلال اللقاء الذي جمعه بمكة مع نظيره بالجمهورية العربية السورية السيد أسعد حسن الشباني على دعم المغرب لوحدة سوريا وسيادتها الترابية، مذكرا بذات المناسبة بما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس للرئيس السوري من دعم لكل ما يحقق طموح الشعب السوري. وفي نفس السياق أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد جاسم البديوي بالمبادرات الرائدة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا، وكذا بالإصلاحات التي يقودها جلالته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي جعلت المغرب شريكاً مرجعياً وذا مصداقية وقطباً للاستقرار في المنطقة. وهذا أهم ما ورد في كلمة السيد الوزير ناصر أمام الاجتماع الوزاري السابع المشترك بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.